ازيكم يا شباب، معاكم سميدة، حلقة جديدة من على المكنة في البايك ويك 2019. حلقة النهاردة هنتكلم عن الفرق بين الجنط السلك والجنط العادي. أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة الجنط السلك، مميزات وعيوب. المميزات: الجنط السلك بيتميز بالمرونة، ان معامل الانضغاط فيه عالي جدا، عشان كده بنلاقيه اكتر في البايكس بتاعت التريلات والحاجات دي، لان هو بينفع للرملة والتنطيط والحاجات دي. معامل الانضغاط فيه سهل، ده رقم واحد. الميزة التانية غير المرونة سهولة الصيانة. جنط السلك زي ما احنا شايفين مكون من أجزاء، السلوك دي سهل انها تتغير لو فيها حاجة اتعودت. الحلة نفسها برضو سهل انها تتغير، مش محتاج توديها لحد وتستعدلها. فسهولة الصيانة ورخص التكلفة في الصيانة نفسها. أول عيوب الجنوط السلك، ودي مهمة جدا، ان هو بيبقى ليه قلب داخلي. احنا عندنا اعتقاد خاطئ ان القلب الداخلي خطر. هو خطر، ممكن ينفجر لو دخل فيه مسمار، بس المشكله ان احنا هنا عندنا جهل في حته الكاوتش اللي بيركب على الجنوط السلك. الكاوتش اللي بيركب على الجنوط السلك ما بيبقاش كاوتش عادي، بيبقى الثيكنس، السماكه نفسها بتاعت الكاوتش تبقى تخينه جدا، غير اي كاوتش بيركب على بايك تانية. فالنتيجه ان مش سهل ان هو يخش فيه مسمار. معرض ان هو ينفجر، بس مش بسهوله زي اي كاوتش تاني، لان الثيكنس نفسها بتاعت فردة الكاوتش بتاعت الجنط السلك بتبقى اقوى بكتير، بتبقى اتخن بكتير اقصد، من اي كاوتش عادي. خلصنا الجنط السلك بعيوبه ومميزاته. في جنوط سلك صحيح الناس بتقدر تقلبها من غير داخلي، والبايكات الحديثه بالذات الجنوط السلك فيها بتنزل من غير داخلي، وعمليه تحويل الجنط السلك من غير داخلي صعبه ومحتاجه دقه. نتكلم بقى على الجنوط العاديه. اول مميزات الجنط العادي ان هو ما بيجيش بداخلي على عكس الجنط السلك. طيب ايه اللي بيحصل لا قدر الله لو دخل مسمار في الفرده ما بتنفجرش، بتنزل بالراحه، فده بيديك فرصه ان انت تركن على جنب وتاخد وقتك، غير ان اصلاحها سهل جدا على عكس الداخلي بتاع الجنوط السلك. تاني ميزه معانا للجنط الديزاين. فرق مصنعي الدراجات، الجنط الالومنيوم او الجنط العادي عامه اتاح لهم ان هم يعملوا تنوع في الديزاينات. التنوع ده بيخدم حاجتين: ديزاين البايك ككل، تصميم ككل يقدر يخليه يخدم على البايك ككل، ده رقم واحد. رقم اتنين الايروداينامكس. الجنط العادي بيتميز بصلابة، عشان كده هو مناسب اكتر للسبورت بايكس. الجنط العادي عيوبه تصليحه مكلف جدا، لانه مش زي الجنط السلك مش تقدر تفك فيه اجزاء. غالبا لما بياخد عوجه جامده تصليحه ما بيبقاش مظبوط وما بيبقاش صح، بتضطر تغيره، فتكلفته عاليه جدا. الجنط العادي مميزاته ان التنظيف اسهل بكتير من الجنط السلك. في النهايه ده ليه استخداماته وده ليه استخداماته، ده ليه طريقه وده ليه طريقه. يا رب ما نكونش طولنا عليكم. على المكنه.